تخيل تكتب لنفسك شيك ب10 مليون دولار وانت ما معكش حق الاكل. هو ده اللي عمله جيم كاري الممثل العالمي المشهور. في اوائل التسعينات جيم كاري كان شاب وكان فقير جدا، كان بيقعد يلف في المدينه كلها عشان يأجر شقه يكون سعرها رخيص شويه. كان بينام في عربيته لانه ما كانش قادر يدفع ايجار شقه. لكن في يوم من الايام قرر ان هو يعمل حاجه غريبه جدا، كتب لنفسه شيك ب10 مليون دولار وكتب كده نصا: يسلم الى جيم كاري مقابل خدمات التمثيل. جيم كاري كان شايف ان هو ممثل شاطر جدا وموهوب، وفي يوم من الايام هيوصل للعالميه والناس كلها هتعرفه. جيم حط الشيك في جيبه وقال: في يوم من الايام افتكر اللحظه اللي انا كتبت فيها الشيك ده مقابل ان انا هاخد شيك حقيقي. وكان في جبل مشهور قوي في المدينه عندهم، كل يوم كان بيطلع الجبل ويتخيل ان هو استلم الشيك والناس كلها تحت عماله بتسقف له وتنده باسمه. بعد 5 سنين بس جت مكالمه لجيم كاري، حد كلمه وقال له: انت مترشح لبطولة فيلم، الفيلم ده هتاخد فيه 10 مليون دولار. جيم كاري استلم الشيك اللي ب10 مليون دولار، قال جملة حلوة قوي: قبل ما الدنيا ما تصدقك لازم انت تكون مصدق نفسك، لازم تصدق اللي انت بتعمله وتكون بتحبه وتجتهد، واكيد هتوصل في يوم من الايام اللي انت عايزه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملي فولو وتتابعني، استنوني فيديو جديد. كان معاكم اتش، سلام.